متحف استغرق بناؤه 20 سنة. على بعد خطوات من أعجوبة العالم الخالدة، يتربع على أطراف الصحراء الصرح، ولد ليعيد كتابة التاريخ. هنا المتحف المصري الكبير، أكبر متحف حضاري في العالم. في البداية تقدر تحجز التذاكر أونلاين، الموقع هتلاقيه في البايو في الديسكريبشن تحت الفيديو، أو تقدر تحجزها من شباك التذاكر الموجود في المتحف. دلوقتي احنا في البهو العظيم، أول منطقة بتستقبل أي زائر يدخل المتحف المصري الكبير. أول حاجة هتاخد بالك منها هو تمثال رمسيس الثاني، أحد أعظم ملوك الحضارة الفرعونية. بيستقبلك في المدخل أكنه بيرحب بالزائرين. احنا هنا لسه في منطقة البهو العظيم، وفي كمية تفاصيل في كل حتة. من ضمن الحاجات اللي هتقابلها في البهو العظيم التماثيل ديت من التماثيل الغارقة اللي كانت موجودة في المية في قاع البحر المتوسط من ضمن آثار اسكندرية. والتمثال ده خدنا عليه ترند كده ضرب الدنيا، رقصنا الست دي. ومن هنا تبدأ تدخل بقى منطقة القاعات، تعدي من البوابة ديت وهنا سلم الأسرات. أول ما تطلع للآخر خالص هيقابلك أعظم تحف التاريخ، الأهرامات. هرمين باينين، بس التالت ايه هناك اهو باين راسه. بس من هنا تبدأ الرحلة لأول القاعات. يلا بينا نعدي الجهاز ده. بعد كده ايه كلنا منتظرين توت صح ولا ايه؟ يلا بينا. هنا المدخل، و تعالوا هنا في خريطة توضح لكم 12 قاعة. هنا برضو في ورانا مركز معلومات في كل حتة بحيث تسهل تجربتك وانت بتزور المكان. طول ما انت ماشي القاعة من الأقدم للأحدث اكتشافا. واحنا هنا ومعاك لوحات إرشادية تسهل عليك لففتك. متحف مجسم بالإضاءة بحيث تديك تخيل إنك أنت أكنك في متحف في الأقصر أو أسوان بنفس الطبيعة. هم مستغلين التكنولوجيا في ان هم يسهلوا عليك انك تفهم الحضارات، يعني مزجوا التكنولوجيا في بالحضاره بالاثار عشان توصلوك احسن طريقه تقدر توصل بقى المعلومات. فدي حاجه صراحه حلوه قوي، واحد فخور والله ان في حاجه زي كده في بلده. الحرف في كميه تفاصيل في القاعات، انت لو قعدت لكل حته كل قطعه ثانيه واحده احسبوها هتطلع في، فانت مستحيل تخلص المتحف في يوم. المتحف فيه فوق 100,000 قطعة. احنا بنجري ابو سام. الممر لواحد من اعظم كنوز الحضارة الفرعونية، التحفة الفنية قناع توت. أهلا بكم في كنوز
توت اللي تعرض لأول مرة كاملة، فيها فوق ال 5000 قطعة، 5900 وحاجة، والمقبرة الوحيدة اللي اكتشفت كاملة. توت رغم إن مفيش يعني إنجازات كتير في تاريخه، لأنه مقبرته كلها ذهب. طول ما انت ماشي شايف ذهب في كل حتة. شوف التفاصيل بجد واو. القطعة الأكثر تميزا قناع توت عنخ آمون. هنا ده بقى ايه؟ المدن الغارقة، اللي هي الآثار اللي كانت غارقة في البحر المتوسط واكتشفوها في اسكندرية. ايوه ايوه بقى عليها لسه آثار البحر. اللي هي المدن الغارقة. بعد كده بقى لما تيجي تروح لمتحف مراكب خوفو بتطلع بره وبعد كده عندك تمثال رمسيس هنا وتكمل للآخر، وهو ده متحف مراكب خوفو. واو. وفي المصلى والعيادة هنا لو لا قدر الله حصل حاجة، والمصلى عشان لو عايز تصلي. عندك هنا المركز التعليمي، وبعد كده اليمين ده كله المتاجر. واو، الجانب ده اللي ما كانش مفتوح في المتحف زمان دلوقتي. واو. وهنا عادات يا صاحبي هنا، وعامل لك نافوره والنبي الاجل. انت مستحيل تخلص المتحف في يوم نهائي. ودلوقتي احنا رايحين القاعه الاخيره مراكب خوفو. الواحد تعب، لازم يقعد يستريح، لازم كوبايه قهوه. يلا ندخل. واو، احلى حاجه في المكان التكييف، انه ايه مش هتتعب. ثانيه كده ثانيه. هنا خريطه المتحف. اهو المركبه. ايه ده؟ هي راحت فين؟ مش ده اللي المفروض فيه مسامير؟ مفيش فيه مسامير. اهي يا عم، ده مجسم تقريبا. تعال يا عم نشوف الفضيحه. المركب اللي ما عادش فيه مسامير. لكن الحقيقه المركب التاني اهو. توب أوي. التصميم بتاع ده حلو، فاهم؟ مدي زي بحر يعني، في صرف في التصميم، فاهم؟ واللي هنا فاهم حاجات كده زي ايه، بحر وقعدات. ولا هنا بصراحة تصميمه جميل. إيران آخر قاعة. احنا هنا قدام مركب خوفو، المركب اللي اتبنت من غير ولا مسمار. زي ما انتم شايفين هتلاقوا الرابط بين الخشب وبعضه الحبال. المركب ديت اتبنت من غير ولا مسمار. بعد جولتك بين قاعات المتحف وصلنا دلوقتي لواحدة من أكثر المناطق اللي كلنا بنحبها، منطقة المطاعم والخدمات. ولو حابب تاخد ذكرى من زيارتك هتلاقي متجر المتحف اللي بيضم مجموعة مميزة من الهدايا اللي بتوثق أهم المعروضات. وفي برضه سوبر ماركتات هنا على فكرة. التمثال اللي هتقابله في الباك يارد بتاعة المتحف قدام كافيه بيموس. انت هنا لو انت جايب انت ومراتك هتزعل قوي قوي. هتفلس يا روح قلبي.
وفي هنا متجر لسه ما اتفتحش، وفي العب في مجوهرات كمان، يعني هي كاملة متكاملة، ومتجر سجاجيد، يعني هي بالحرف كاملة متكاملة، وفيها كل حاجة، كل حاجة ممكن تتخيلها ان انت ممكن تشتريها. في هنا فضة، عاطف وصف، عاطف. فهو مش بس محلات انها تخدم زوار، لا ده هي تشتري سوفينيرز، تشتري تاكل، تشرب، مطاعم، هدايا، فيها كل حاجة، كل حاجة. وفي بقى في الريسبشن في منطقة البه، هي دي لو انا عايز اشحن منها الموبايل صح؟ طب قوي. طب كانت فين من الصبح ده؟ احنا الدنيا كلها فصلت معانا قوي. ديت هتلاقيها موجودة في الريسبشن جنب بتاعة المعلومات، لا تشيل هم في أي حاجة. هو ميزة المتحف إن هو منظم في كل حاجة. ودينا اهو رجعنا لنقطة الصفر تاني، نقطة المدخل. واو، وتمثال رمسيس بيبص بقى QR كود كده يسألك عن رأيك في المتحف وانت خارج. هنا في تفاصيل كتير، وتجربة جميلة جدا تقدر تجربها. يلا ارشح لكم جدا تيجوا جدا، وخليك تعالى كده في السبت او الاربع عشان المتحف بيدنوا لحد بالليل. المتحف بيقفل الساعة 10 والقاعات بتقفل الساعة 9، فهتفرق معاك جدا. والزحمة بتخف برضو بالذات اليومين دول عشان الدنيا زحمة. ومن قلب القاهرة المليئة بالتاريخ كان معاكم عمر أورام. يلا أشوفكم في فلوج جديد. باي. داخلين 11 الصبح طالعين 9 بالليل يا صاحبي. 9 وكام دلوقتي يا ابني؟ 9 و10 اهي.